بهذا الهدف وهدف الصدمة عن طريق الياسو في الدقيقة الخامسة، إثر الضربة الركنية رفعها أحمد شديد إناوي. وبالطبع هذه دقائق الشوط الأول التي انتهت بتقدم فريق المصري على حسن واحمد فوزي، وبيجي معاهم احمد زهران من العمق، بيشتغلوا مع بعض. تحس ان في شغل، وعبد الحكيم ومعاهم عبد الله السيسي. يعني تحس ان هم اكتر سيطره واكتر كده. يمكن نادي الزمالك بيستغل ببعض الاوقات كتير الفراغ اللي موجود. رشيد إناوي وخطره جوه جول، جوه جول تاني الياسو، جوه جول. لكن احمد شديد إناوي لعبها 10 على 10، لعبها 10 على 10، ويجي من ورا القادم من الخلف الياسو ويجيب الهدف الثاني لنادي المصري. الياسو في الدقيقة السابعة، يعني دقيقة واحدة فرق بين الهدفين في الشوطين. الياسو نفس ضربة الرأس، جون هايل هايل هايل. اتلعبت من محمود عبد الحكيم الضربة الركنية في غياب رقابة لعيبة نادي الزمالك، لعبها لأحمد شديد إناوي. شوف الأوفر وجاي من ورا وهوبا جوه جول، مفيش حد معاه خالص، بيلعبها حلوة حلوة حلوة. بيلعبها شديد إناوي ضربة رأس طاير في الهواء الياسو.